ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تتابعوني وتشتركوا في القناه. تعالوا بقى نعمل البطاطا الترند. بصراحه انا اول مره اجربها، تعالوا نعملوها مع بعض. انا جبت البطاطا هنا، غسلتها غسله كويسه كده محترمه وقشرتها. بعد ما قشرتها قطعتها كده دواير صغيره بحيث ان هي تستوي بسرعه. هاتي بقى الحاجه اللي هتسويها فيها وحطي عليها اقل من ربع كوبايه سكر وكوبايه ميه، لان كده كده البطاطا مسكره. اول ما الميه تتشرب هتبتدي تطحنيها كده مع بعض بالعجانه، العجينة اليدوية. وهتحطي عليها أقل من ربع كوباية لبن ومعلقة قشطة وقطعة سمنة، يعني في حدود معلقة سمنة ونص معلقة أو ربع معلقة من الفانيليا. هتفضلي تعجنيها كده لحد ما تبقى قوامها كريمي. هاتي البايركس بتاعك وادهني سمنة أو زبدة أو اللي تحبيه. سوي السطح بتاعها، أهم حاجة يبقى مستوي كويس، يعني السطح بتاعها يبقى مستوي. ادهني بقى على الوش كده قشطة علشان لما تتحمر معاكي الوش بتاعها يبقى حلو. انا دهنت الوش كله قشطه ودخلتها على الفرن. اول ما تبتدي تشد كده من على الجناب شغلت الشوايه وطلعت معايا طعمها تحفه. بصراحه انا متوقعتش ان هي طعمها هيبقى حلو كده، لكن طعمها طلع حلو قوي. جربوها ومتنسوش تشتركولي في القناه وتعملوا لي لايك. قدمتها هنا بقى مع شرايح الموز، هتعجب الولاد جدا. انتوا عارفين طبعا ان البطاطا مفيدة جدا، والموز طبعا مفيد، كالسيوم ومغنيسيوم عالي قوي. بس كده،